سريعة كده زي مدخل للبرنامج اللي اسمه فيوجن 360 اللي بشتغل به التصاميم بتاعتي الثلاثية. طيب، واحدة من الحاجات المهمة شديد في البرنامج ده لما تفتح البرنامج وتعمل فايل نيو ديزاين، كويس، بيفتح لك شنو؟ بيفتح لك حاجة جديدة زي دي، كويس، أو مشروع جديد زي ده. واحدة من الحاجات المهمة شديد الحتة بتاعت السكتش دي اللي هي بتجي هنا فوق، كويس، في المكان ده، وفي الحتة بتاعت السكتش. السكتش يعني شنو؟ السكتش يعني بترسم على حاجة يعني عندها تو دايمنشن، اللي هي زي اللي بترسم في ورقة كده، زي اللي بترسم لك في ورقة، تمام؟ يعني ترسم خطوط ودوائر وكده زي اللي بترسم في ورقة. وعشان هي بترسمها في بعدين بس، كويس، انت محتاج تحدد انه البعدين ده حيكونوا فيها محور، كويس. فانا لما ادوس هنا اعمل كليك هنا حيسالني يقول لي عايز الورقه بتاعتك تكون راكده في الواطه ولا قاعده في الحيطه اللي جاي دي ولا في الحيطه اللي هنا، كويس. زي ما عارفين احنا عندنا اللون ازرق ده محور، المحور زي، واللون احمر ده المحور اكس او محور السينات، واللون اخضر ده المحور واي، تمام. فهو بيقول لك هل انت عايز الورقه بتاعتك تكون واقفه هنا وفي الحيطه دي ولا قاعده في الحيطه دي ولا قاعده في الواطه، تمام. انا هقول له عايز ارسم في الواطه، تمام. فهختار المحور التحت ده وادوس عليه. طيب، زي ما قلت لكم، شايف طوالي فتح لي فوق هنا الحاجات البسيطه اللي هي دايره، مستطيل، ما عارف شنو كده، تمام. الليله زي ما قلت لكم ده مدخل سريع، بس داير اشوف اقيس عليه او اقيس به حماس الناس. فهرسم لكم، هعمل لكم اسطوانه، كويس. فعشان اعمل اسطوانه انا اول حاجه محتاج لي دايره، كويس. دي الارضيه بتاعت الاسطوانه حكون انا برسم في الارضيه بتاعت الاسطوانه، تمام. فمحتاج لدايره. طيب، هختار هنا، عملت دوست على موضوع على الحته بتاعت الدايره دي وبحدد له مركز الدايره، تمام. بمشي للمكان اللي حيكون فيه مركز الدايره وبعمل عليه كليك، كويس. اول ما عملت عليه كليك بعد داك شنو ممكن افك الكليك بتاعي، ده اللي هو ليفت كليك، يعني كليك شمال، تمام، نقرة شمال. اول ما دوست عليه كليك بعد ذاك ممكن احرك الماوس بتاعي، تمام. وهو حيغير لي هنا انه انت عايز شنو، عايز الدائرة دي القطر بتاعها يكون كم، تمام. فخلونا نختار مثلا انه عايزين دائرة يكون القطر بتاعها مثلا 10 سنتيمتر او 100 مليمتر، تمام. طيب، كده وهعمل كليك تاني، بس كده بقى عندي دائرة، تمام. طيب، دي قلنا الارضيه بتاعت الاسطوانه، لكن لسه انا ما حددت له او ما حددت لسه انه عرض الجدار بتاع الاسطوانه بتاعي ده حيكون، انا ما عايزها تكون اسطوانه مصمطه، كويس. ما عايز تكون اسطوانه مصمطه، عايز يكون عندها جدار، تمام. فعشان اعمل الجدار انا هسه كده رسمتها، دي الحته حقت الحيطه الخارجيه حتكون هنا، داير اعمل الحيطه الداخليه وين، كويس. فحامشي اختار لي تاني دايره تانيه، كويس، برضو من السنتر. همشي اختار دايرة تانية وحاجة ادوس على السنتر اعمل كليك وحامشي كده. دي هنا حتكون 100 لكن حانزل لتحت شوية ليقول 90 مليمتر، تمام. يعني الحتة اللي بين الدايرة الداخلية دي والدايرة الخارجية دي الحيطة بتاعت الاسطوانة اللي عايز اعملها، تمام. طيب، بعد ذاك حقول له فينيش سكتش، يعني انتهيت انا من شغل الورقة خلاص. يلا داير اعمل جسم في الوقت ده، داير اعمل الجسم بتاع الاسطوانه، تمام. الموضوع ده سهل شديد يا جماعه. عشان تعمل الجسم بتاع الاسطوانه اول حاجه انا بدوس، لاحظوا معاي هنا الحته اللي اسمها اوربت دي، لما ندوس عليها، كويس، بتديني امكانيه انه شنو، اني اقلب الورقه دي، اتحرك في الابعاد الثلاثه، كويس. ففي الحاله دي هنا هادوس على الكليك الشمال، كويس، اعمل كليك واخليني دايس، وممكن بعد ذاك احرك الماوس. لما احرك الماوس البتاع بتتحرك معي، كويس. دايما لاحظ للبتاع اللي قاعد فوق هنا ده عشان يديك شنو، يديك التصور لانه انت بتعاين بياته حته هسه حاليا، تمام. انا حادوس هسه على الاسكيب عشان افك البتاع اللي بتحرك
العالم كله دي حادوس على اسكيب. كويس، دوست على اسكيب رجعت لي بوينتر عادي. حامشي هناك اقول له انا داير عاين، حادوس على الطب ده. اول ما دوست على الطب بيخليني شنو؟ بيخليني عايل الورقه تاني من فوق. يعني كل ما اروح بيجي راجع بدوس هنا على الطب ده بيترجعني تاني عايل الورقه دي من فوق. تمام. طيب انا حادوس تاني على اوربت ده واميل البتاعه دي شويه كده عشان اشوف الاسطوانه وهيك بتكبر. كويس. طيب بعد ذاك بطلع فوق هنا واقول له اكسترود. تمام. دي الحاجه اللي بتحول لي الاسطوانه دي من حاجه مرسومه على ورقه لحاجه ذات بعد ثلاثيه الابعاد. كويس. ادوس هناك واجي اعمل كليك في الحته اللي انا عايزه تبقى الحيطه. كويس. عملت كليك طوالي جاب لي سهم. انا بعد ده ممكن امسك السهم ده وارفعه وانزله. شايفين؟ طيب انا عايز الاسطوانه بتاعتي يكون طولها 10 سنتيمتر او 100 مليمتر. كويس. انا ماسك هسه هنا دي ماسكها يعني باني ضاغط على الكليك الشمال. يعني ضاغط على الكليك الشمال وجاري السهم ده لفوق. كويس. لما يوصل لي ل 100 مليمتر بقوم بفك شنو؟ بفك الكليك الشمال. تمام. وتاني اعمل كليك برا في اي حته او اقول له اوكي هنا. تمام. فلما عملت له اوكي هنا بقى عندي اسطوانه كده يا جماعه. انا تماما اذا عندي طبعه ثلاثيه بس من الحته دي طوالي برسل الفايل ده للطبعه الثلاثيه بتطبعه لي بنفس الابعاد اللي انا حددتها دي. تمام. شايفين دي الاسطوانه بتاعتي. اتمنى يا جماعه انه يكون الشرح بتاعي واضح. وريني في التعليقات اذا انت مهتم بالنوع ده من الحصص ولا لا. وريني في التعليقات اذا كلامي ما واضح او اذا عايزني اتكلم بوضوح اكتر او ابطا او اسرع. اديني فيدباك مشكورا. شكرا يا جماعه. اشوفكم المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.